أعزائي مشاهدين قناة المنير الفضائية، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج همسات من روح الله. النهاردة هنقرأ مع بعض في يوحنا الأولى 2 عدد 6. بيقول الكتاب: من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. يعني كما عاش ابن الإنسان احنا لازم نعيش. طبعا المسيح كانت حياته على الأرض عايش حياة علشان يعلمنا نعيش زي ما هو عايش. هو عايش حياة التواضع وقال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. وعايزة أقول لكم إن هو ما قالش كلام، لكن هو عايش حياة التواضع، هو عايش حياة القداسة. كونوا قدسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. هو عايش حياة القداسة، عايش بلا خطية، عايش بيبذل نفسه عن أحبائه. علشان كده مفيش أي وصية ربنا بيطالبنا بيها غير لما كان هو عملها أولا. يعني لما ربنا بيجي يقولك اعمل بوصاياي، هو عملها، أطاع حتى الموت، موت الصليب. أطاع مين؟ أطاع الآب، أطاع في كل حاجة. حتى لما جرب من الشيطان، عايزة اقول لكم ان هو جرب علشان يعلمنا انه انا كمعلم وكسيد وكرب. الشيطان جربني وانتصرت عليه بالمكتوب، فانتوا تقدروا كمان تنتصروا عليه بالمكتوب. مهما حاربكم، مهما كان حافظ زي معلمين الشريعة او الفريسيين وجربوا يجيبوا ايات من الشريعة بتقول او موسى قال كذا، هتعرفوا تغلبوه بكلمة الحق. انتوا عارفين ان المسيح من هو عمره 12 سنة كان في الهيكل، وقعد 3 أيام في الهيكل، لدرجة ان الناس اللي هم بيعلموا الناموس، عايزة اقول لكم، استغربوا انه من اين له هذا؟ ولد عمره 12 سنة مفروض يروح يلعب فوتبول او يلعب ايا كانت اللعبة زيه زي اي ولد في سنه، لكن هو اختار انه يكون فيما لأبوه السماوي. وقال للعذراء مريم لما اجت وسألته انه احنا بقالنا كتير عم بندور عليك وقلقنا عليك انا وابوك، قال لهم ينبغي ان اكون فيما لأبي السماوي. ودي النقطة اللي النهاردة عايزين نتكلم فيها. احنا ماشيين ازاي؟ هل احنا ماشيين على وصايا ربنا؟ هل احنا بنطيع كلام ربنا؟ هل احنا ماشيين على الحق الكتابي ولا ماشيين على تعديل الحق الكتابي على ذوقنا؟ المسيح في يوحنا 13:34 قال: وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. انتوا عارفين احنا لما بنقرا الآية دي ونتأمل فيها هنقول صعب قوي. مش صعب ان احنا نحب، لا، صعب ان احنا نحب زي ما هو حبنا. ليه؟ لان هو احب، مات، اتصلب، سفك دمه، حبنا حب غير مشروط، احببنا فضلا. فمحبة الرب محبة بالنسبة لنا مستحيل انا اقدر احب اخويا زي ما انت حبتني. بس عايزة اقول لكم مفيش وصية ربنا بيطلبها مننا غير لما بيكون عارف ان احنا نقدر نعملها. زي لما طلب من ابراهيم وقال له خد ابنك وحيدك واعمل ايه؟ قدمهولي، صح ولا لا؟ ليه ربنا ما طلبش الطلب ده من غير ناس؟ لانه ربنا كان عارف ان ابراهيم هيطيع، لان كان ربنا عارف انه الامر ده ابراهيم يقدر عليه، والا ما كانش طلبه منه. علشان كده في الايام دي عمر ما ربنا هيطلب منك تضحي بحاجه هو عارف كويس انك عمرك ما هتضحي بيها علشانه. لازم نعمل زي ما المسيح عمل. اذا هو قال احبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون عليكم، آية حافظينها، بس لو اتأملتوا في معانيها وبصيتوا على الصليب هتلاقوا الرب عملها وغفر على الصليب. هتلاقوا الرب للناس اللي كانوا بيقولوا اسلبوه اسلبوه، اللي جلدوه، اللي بصقوا على وجهه، اللي عروه، المسيح كان على الصليب متعري بالكامل، مش زي ما احنا بنشوفه في الصور انه في شقفة او في قماشة محطوطة على وسطه. لا، المسيح كان متعري بالكامل، ومع ذلك قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فهو غفر لأعدائه. عشان كده لما هو بيقول لنا أحبوا أعداءكم، هو حب قبلنا. صلوا لأجل الذين يسيئون عليكم، هو عملها. واغفروا لأن هو غفر قبلنا. عمر ما الرب يسوع طلب مننا وصية نعملها إلا وهو كان عاملها قبلنا.
النقطة التانية انه المسيح عايش حياة كلها قداسة علشان احنا نتشبه بيه. علشان كده عايزة اقول امر مهم قوي، اوعى تتشبه بحد مين ما كان يكون غير يسوع. لانك لو اتشبهت بانسان انت حطه مثلك الاعلى، يمكن يكون خادم، يمكن يكون ابوك الروحي، يمكن يكون ايا كان اسمه، والشخص ده غلط، عايزه اقول لك ممكن تتعثر انت في الرب وتتعثر بسببه وتقول ما هو كان مثل الاعلى، اذا هو غلط فانا. بينما لما تتشبه بالمسيح فيستحق المسيح ان انت تتشبه بيه. ما شتمش، ما اذاش حد، كان عنده اعداء كتير، ان هو كان بيقول كلمه الحق. انتوا عارفين ليه الرب غسل ارجل التلاميذ؟ مش عشان بس يعلمنا التواضع، لكن لان الرب كان عايز يسيب لنا مثال كلنا نعمل بيه، انه ان كنت انا السيد والمعلم نزلت نفسي لحته يمكن الناس تقول ايه ده، هو في معلم يعمل كده؟ تواضعت علشان اعلمكم انتم مهما كان مركزك، يمكن تكون راعي، يمكن تكون خادم، يمكن تكون رئيس، اوعى تشوف نفسك على حد. علشان كده انا عايزه اقول حاجه مهمه قوي، ان التواضع مش كلمه تتقال لكن حياه تتعاش كل يوم. على فكره احنا دايما بناخد انه المتكبر هو اللي بيحكي عن نفسه كتير، يعني دي قاعدة العالم كله أغلبنا بيفتكر إنه عشان فلان الفلاني قال عن نفسه مثلا أنا الراعي أو أنا الخادم أو أنا النبي يبقى كبرياء. بس أنا عايزة أقول لكم على أمر، والأمر ده هتحسب عليه قدام الرب، إنه كبرياء مش إنه أنت تقول عن نفسك أنا خادم، أنا راعي، أنا نبي، أنا مسبح. الكبرياء انه انت يكون الرب عطيك وزنة او عطيك خدمة او عطيك مركز وتستغل الاخرين، او تستغل مركزك ضد ضعف الاخرين، او تستغل مركزك وما تنحنيش عشان تغسل ارجل الاخرين. فمش غلط انك تقول انا راعي او انا نبي او انا خادم الرب. ما هو الرب دعاك باللقب ده، دعاك. قال لأرميا الرب لا تقل أني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. أنا مش عايزك تقول إنك ولد، جعلتك نبيا للشعوب. لما الرب يقول لك انت نبي، انت مش هتنكر هويتك، بس الكبرياء بقى هو انك انت تعيش انه انا شايف حالي بقى كنبي، او شايف حالي كواعظ، او شايف نفسي كراعي او كخادم او مسبح، اشوف نفسي على الضعفاء وما وطيش اغسل رجليهم. علشان كده الرب عمل كده ونزل من كرامته علشان يدينا مثال للتواضع، ويدينا مثال ان هو رغم ان هو كان معلم، كان الرب، الا انه انحنى وغسل ارجل التلاميذ، غسلها بكل حاجة فيها. عايزكم تتعلموا مني ازاي تعاملوا بعض، حتى لو انا اديتك وزنة، حتى لو انا اديتك خدمة معينة، حتى لو انا اديتك منصب. انا عايزك حتى وانت عندك المنصب ده تنقول انت مثلا مرسل لكل انحاء العالم، انت نبي ناري زي ايليا. مش غلط انك تقول انا نبي او انا مرسل او انا خادم، لكن حلو حتى وانت عارف مين انت، عارف هويتك، عارف وضعك، عارف مركزك، تنزل وتتواضع تحت أرجل إخواتك وتكون شبه يسوع. إن أنا أكون شبه يسوع مش معناها إن أنا أقول أنا شبه يسوع، معناها الذي يحبني يعمل بوصاياي. عايزة أقرأ معاكم في رومية 12:2 بيقول ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ما مشيش مع التيار، الناس اللي بتحل ويقولوا لك ايه قليل من الخمرة يشفي المعدة، انه عادي يعني ان احنا نشرب خمرة عشان بقى الشعب كله دلوقتي معدته وجعاه وخلاص المعدة مش هتتصلح غير بشرب القليل من الخمرة. ونسيوا انه المكرس او المفرز لازم يعيش شبه الرب. عشان كده انا عايزه اقول لكم امر مهم قوي، جاي وقت الناس مش هتحتمل فيه التعليم الصحيحه، وهتلاقوها بتحارب اللي بيعلم كلمه الرب بجد، بيحاربوا اللي بيقول الحق، بيحاربوا اللي بيكون زي يوحنا ويقول لهيرودس لا يحل لك. جاي وقت والناس هتضطهد الحقيقيين، وهتلاقوا المزيفين بيسقفوا لهم. جاي وقت وهتلاقي لما تقول كلمة صح
لاخواتك هتلاقي مليون واحد يقف قدامك. وعايزه اقول لكم المسيح جاز فيها. المسيح كان عنده اعداء كتير. هتقولوا لي هو صنع اعدائه بنفسه؟ لان هو قال ينبغي ان اكون في ملء ابي، لان هو جاي مش عشان يطيع بشر ويجيب ناس حواليه ويقولوا يسوع ويتوجوه والكلام ده كله. هو قال مملكتي ليست من هذا العالم، لكن هو جاي علشان يطيع الاب ويعلمنا ان احنا كمان نطيع ونمشي في نفس سكته. فينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. فانا عايزه اقول لك واقول لك، يمكن وقت الحلقه قصير مش هقدر اقول كل حاجة. خلي مرجعك ومرجعك كتاب المقدس. اي كلام يتقال عكس كلمة الرب ما تسمعوش، حتى لو مني. ولو انا غلط في امر تعالى قولي وتعالي قوليلي انتي بتقولي كلام خاطئ وده مش كلام الكتاب. لكن يا احبة احنا عايزين في هذا الوقت ان احنا نكون بندرس كلمة الرب ونعرف وصايا الرب عشان نعرف نعمل بيها. نمشي حياة القداسة زي ما المسيح عاشها، نمشي حياة المحبة زي ما المسيح عاشها وعملها على الصليب وعلمنا اياها. عارفين مثل السامري الصالح؟ بيقول ان في واحد كان مجروح ومروا عليه اتنين من رجال الدين، كاهن ولاوي، شافوه ولا لينا فيه. اصله دلوقتي احنا بقينا نختلف. لما واحد عكسنا في فكره ممكن نشوفه بيموت، احنا ملناش دعوة خلاص. هو اكيد حصل فيه ده علشان اللي هو بيعمله، علشان افكاره الغلط، علشان هو بيتفلسف، ونقعد ندين فيه ونسيبه مجروح على الطريق. بس عايزة اقول لكم السامري اللي هو غير تفكير، ما بيتفقش هو واليهودي ابدا، مستحيل يتواجدوا في حتة واحدة برغم ان هم يعتبروا اعداء. الا انه السامري لما شاف اليهودي مجروح نزل ودواه وما سابهوش غير لما اطمن عليه انه بقى كويس. علشان كده اريد رحمة لا ذبيحة. الرحمة اللي بتعملها مع اخواتك اهم من مليون ذبيحة. الرحمة اللي بتعملها مع اخواتك بتبين قد ايه انت شبه يسوع. علشان كده ان انا اقول شبه يسوع كلمة كبيرة، ما ينفعش اقولها كلام، لازم اعيشها. لو عشت الكتاب المقدس وعشت وصايا ربنا زي ما الرب عملها من غير ما احرف حاجات واعمل حاجات واحلل حاجات على ذوقي بحجة ان احنا في 2025 او ان انت يا فلانة رجعية ده انت قديمة قوي، لا، لازم احنا نجاري الجو علشان نجيب نفوس للرب. اجاري الجو باعمل ايه؟ اشرب كاس؟ اجاري الجو بان احط دخان؟ والرب قايل انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، ان كان احد يفسد هيكل الله يفسدها الله. عندنا يليق ولا يليق، عندنا اعمل بوصايا ربنا اللي قالها. هل شفتوا المسيح بيدخن؟ هل شفتوا المسيح بيشرب خمور حتى لو مش للسكر؟ على فكرة المشكلة اللي احنا كلنا بنعاني منها ان احنا بنقول انه المسيح هو الله عشان كده عايش القداسة، لكن ناسيين انه جرب في كل شيء مثلنا. هو نزل كإنسان، وبرغم انه كان إنسان لكن كان بلا خطية، كان مقدس، كان لا يشتم عوضا، كان محب للآخرين علشان يعلمنا ان احنا كمان نحب. أنا زيكم جيت على الأرض إنسان، لكن قدرت أعيش حياة القداسة اللي أنا بوصيكم تعيشوها. فزي ما أنا عشتها أنتم هتعرفوا تعيشوها. فمحدش يغير في قوانين الكتاب ولا يغير في وصايا ربنا ويعمل وصايا تانية. يا أخت ميري، يا أخ فلان، عديها شوية، خلي المركبة تمشي. احنا عايزين نكسب نفوس ونملى الكنايس ونجمع أتباع. طب وهل السما فرحانة بده؟ وهل الرب مبسوط بده؟ اكيد لا. علشان كده قبل ما اختم عشان وقت الحلقة عايزة اقول لكم ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. حتى لو اضطهدوك علشان انت بتطيع الرب وماشي على وصاياه، يا بختك بجد، يا بختك، طوبى لك. عارف ليه؟ لانك بتطيع اله السماء، واله السماء هيعرف يعوضك، واله السماء هيديك ثمر، واله السماء اللي هيشددك. امين.